تخيل انك واقف في بيتك وفجأة الحيطان بتتهز، البيبان بتتكسر والشبابيك بتتهشم، تطلع تجري وتبص مفيش اي حاجه خبطت فيهم، مفيش انفجار قريب، مفيش طياره وقعت، بس في الحقيقه ان في حاجه خبطت بس ما لمستش اي حاجه. طب ازاي؟ تعال نبص على المعلومه. خليني اعرفك على التشاك ويف او الموجه الصدميه. الموجه دي موجه ضغط شديده جدا بتتحرك اسرع من الصوت، ولما بتوصل لاي حاجه يا بتخرخلها من مكانها يا بتكسرها. طب ازاي بتتكون؟ لما بيحصل انفجار ضخم او طياره تعدي بسرعه الصوت، ده بيضغط كميه ضخمه من الهواء حوالين النقطه دي. الهواء ده بيتحول لموجه ضغط سريعه جدا اسرع من سرعه الصوت. وهديك مثال، خلينا نرجع لصيف 2020 في 4 اغسطس وتحديدا في بيروت. هتشوف يوم عادي جدا، ناس نازله شغلها، ناس بتشتري حاجات في السوق، اطفال بيلعبوا في الشارع، يوم عادي جدا لحد الساعه 6 و8 دقائق مساء لما السماء اتقلبت نار. انفجار ضخم هز لبنان كلها، بيروت كلها اتغطت بموجه صدميه زي اللي بنشوفها في الافلام بس المره دي بجد. واللي انفجر ما كانش سلاح ولا حتى هجوم عسكري، دي كانت ماده اسمها نترات الامونيوم، 2750 طن تقريبا متخزنين في العنبر رقم 12 من سنين. نترات الامونيوم ماده بنستخدمها في صناعه الاسمده والمتفجرات، ولو اتخزنت غلط ممكن تنفجر بانفجار يعادل قنبله نوويه صغيره، وده حرفيا اللي حصل. الموضوع في الاول كان اشبه بحريق عادي، الناس اللي صوروا اللحظه من اولها شافوا في الاول دخان ابيض وبعديها دخان احمر وبعديها شاك ويف بيضرب بيروت كلها، موجه صدميه، ابواب طارت وشبابيك اتكسرت وعربيات اتقلبت في كل مكان. الاحصائيات بتقول ان عدد اللي ماتوا وصلوا ل 218 واحد تقريبا، وعدد المصابين وصل ل 7000 شخص، الاف اتشردوا وبيوتهم اتدمرت، وخسائر وصلت لاكثر من 15 مليار دولار تقريبا. مستشفيات خرجت عن الخدمه وناس اتعالجت في الشارع، الناس ما كانتش فاهمه ايه اللي حصل، بعضهم افتكر ان في قنبله نوويه او زلزال حصل، بس هي كانت شاك ويف، موجه صدميه. لما طياره بتكسر حاجز الصوت بتعمل حاجه اسمها سونيك بوم، وده دوي رهيب ممكن يخلخل المباني من حواليها. بتكون موجه ضغط شديده جايه من مقدمه الطياره وهي بتعدي سرعه 1225 كيلو متر في الساعه. يعني لو طياره عسكريه عدت بسرعه كبيره من فوق بيتك ممكن شباك اوضتك يتكسر وانت مش شايف حاجه، وده لان الزجاج من اكتر المواد الحساسه لاي تغير في الضغط او الاهتزاز في الجو. والموجه الصدميه بتغير ضغط الهواء من حواليه، ضغط هواء سريع جدا وضخم جدا في اقل من ثانيه. والغريب ان الزجاج ممكن يتكسر لجوه او لبره حسب اتجاه الموجه الصدميه، وده اللي بيخلي بعض الناس وقت الانفجار يفتكروا ان في قنبله موجوده جوه المكان رغم ان الانفجار كان بعيد عنهم. احيانا الموجه الصدميه ممكن تحصل حوالينا، ممكن تحصل في مناطق فيها نشاط صناعي عالي زي انفجار في مصنع او في تجارب عسكريه او طياره عسكريه عدت بارتفاع منخفض بسرعه عاليه زي ما قلنا. التشاك ويف او الموجات الصوتيه خفيه بس مدمره. ابقى اكتب لي في الكومنتات اول مره قرات عنها او سمعت عنها.